المزهر أبو الوليد، نتيجة قاسية، نتيجة ثقيلة، بلا شك أن الشباب في هذه المباراة قدم كل شيء في عالم كرة القدم. الحمد لله الحمد لله، بس لم ينتهي الموضوع بعد، يعني برضو في مباراتين. أبو الوليد، أنت حدثنا عن طريقة الانسحاب بالنسبة للفريق الأهلاوي، كنت تتمناها؟ لا والله ما كنت أتمناها الأهلي، لأنها كبيرة بحق نادي الأهلي، فريق كبير، فريق عريق، فريق من أعرق أندية المملكة. ما كنت أحبه أنا بشكل شخصي، لكن هذا طبعا القرار لإدارة الأهلي هي الأحق بالتعليق على هذا الموضوع. جماهير النادي الأهلي اتجهت إلى الأستاذ خالد البلطان، طلبت منك طلب، إيش طلبت؟ ما أبدا، باركت لي فقط. الأستاذ أحمد الشمراني ذكر بأن الجماهير الأهلاوية اتجهت إلى الأستاذ خالد البلطان وطلبت من الأستاذ خالد البلطان بأنه يخفوا على النادي الأهلي. يعني هذه مداعبات من الجماهير، قالوا أرجوكم توقفوا كذا، لكن طبعا هذه جماهير ما تحسب على النادي الأهلي، ما تحسب أقصد على كيانه، يعني هي شعور داخلي. تعرف بعد الستة أكيد الجماهير تفرز أشياء معينة في الفوز في الخسارة، لكن احنا متعودين على الجماهير، متعودين على الإنصات للجماهير، متعودين على أن نتعامل معهم بشكل واضح، بس ما هي مثار تعليق أو مثار يعني. أحمد عطيف حصل على البطاقة الحمراء، وش السبب؟ توجيه إداري، طبعا وجهنا احنا إدارة الفريق أنه يجب أحمد عطيف يأخذ كرت أحمر عشان يلغى الكرت الأصفر، واعتقد هذا من حقنا، يعني بموجب النظام، لم نتخطى النظام ولم نتخطى شيء، هذا بموجب النظام عشان يلغى الكرت الأصفر، لأن المباراة القادمة هي مباراة تحصيل حاصل إذا حدثت مفاجأة كبيرة، لكن احنا إن شاء الله حاسمينها وبنحسمها إن شاء الله. أنت حدثنا عن المكافآت، هذا ما يهم اللاعبين، قدموا كل شيء، عاد الدور الآن عند أبو الوليد. والله أعتقد بنعطيهم 10,000 ريال اليوم، واعتقد هذا شيء قليل بحقهم. شكرا لك أبو الوليد. شكرا طعمك. شكرا للأستاذ خالد البلطان رئيس نادي الشباب. من الفريق الأهلاوي فضل الحديث وتبريرات ما بعد المباراة باستثناء الكاتب الصحفي الأهلاوي الأستاذ أحمد الشمراني. أستاذ أحمد، ما الذي حدث في المباراة؟ يا أخي، إن قلنا مهزلة هي كذلك، إن قلنا كارثة هي كذلك، إن قلنا تلطيخ لتاريخ الأهلي هي كل ذلك. للأسف الشديد اللي حدث اليوم مأساة بحق وحقيقة. من يتحملها يجب من فعل المأساة هذه؟ مأساة كل من له دور في الفريق ذا، من إدارة، من مدربين، من لاعبين، لازم يتحملوا مسؤولياتهم. يوسف عنبر مع احترامي له ليس المدرب الكفو اللي يستلم الأهلي. إلغاء عقد يبوشها مع السلامة، ليش ما غيرت مدرب؟ أضف إلى ذلك أنه حتى التغييرات اللي يجراها في الملعب، هل هذا تغييرات؟ حارس مرمى مستهتر يأخذ كرت أحمر ويدرك أن فريقه الآن مستنفذ تغييرات، ولاعبين بلا روح، إدارة للأسف الشديد ما هي عارفة أصلا دورها. لكن أتمنى من أعضاء شرف الأهلي، سمعت أن بكرة عندهم أعضاء شرف، عندهم اجتماع أعضاء شرف، أن يتدخلوا إذا كان مثلا يحبون الأهلي، إذا كان من أجل النادي الأهلي ومن أجل سمعة النادي الأهلي. هل ينسحب لاعبو الأهلي بهذه الطريقة أستاذ أحمد الشمراني؟ كيف؟ من أجل الأهلي ومن أجل كيان الأهلي ينسحب الأهلي بهذه الطريقة؟ للأسف الشديد اللي بيحدث للأهلي مأساة، جمهور الأهلي هو اللي بيتحمل هذه المأساة. ردة الفعل اليوم قرأتها على وجوه جماهير الأهلي، اللي يبكي، اللي ما هو مصدق، اللي في حالة هستيريا، إلى درجة أنه للأسف الشديد لاحظت بعض الأهلاويين يستلطفوا الأستاذ خالد البلطان على اساس يكلم الفريق لا يسجل في الاهلي. وصل الاهلي لمرحله انه يستجدي الاخرين، وصل الاهلي لمرحله انه يبحث عن 3 كروت 4 كروت في سبيل انها ما تستكمل المباراه. اللي حدث اليوم اهانه لتاريخ الاهلي، من تسبب فيها لابد ان يردع، اذا ما بتردعوا اعضاء الشرف سيتم ردعه من خلال جمهور الاهلي. غدا اجتماع اعضاء شرف النادي الاهلي، كجماهير اهلاويه وككاتب صحفي اهلاوي، ايش تتوقع من الاجتماع بكره؟ والله الاجتماع اذا ما طلع بدوره وقدم الروشته الحقيقيه للاهلاويين لن يقبلوا نتائجه الاهلاويين.